بما ان حضرتك بتعمل نصايح دايما للبنات، البنت تعرف ازاي الراجل اللي قدامها ده جد وبتاع مسؤوليه وبتاع جواز ولا بيلعب بقى ومش جد؟ انت كده هتبتدي بقى اللي هي الريليشنز اللي هي قبل الخطوبه والكلام زي ده. خلينا نتفق ان اي راجل في الدنيا بيدخل ريليشن مع بنت حتى لو هو مش هيخطبها بيهتم بيها، بيهتم بتفاصيلها، بيحاول يساعدها بقدر الامكان، هدايا، خروجات وما شابه ذلك. لكن صدقيني الراجل اللي بيبقى سيريس جد وفعلا هو هيدخل علاقه رسميه بيفتحها في الحوار ده وبياخد ستيب، يحاول يتعرف على باباها، يتعرف على اخوها الكبير، يحاول يدخل البيت من بابه زي ما احنا متعودين وبنقول لاولاد الاصول. دي نقطه مهمه قوي. لكن اللي بتتكلمي عليه الشاب اللي هو بيتلاعب بمشاعر بنت هيتهرب من نقطه دخول البيت، ودي هي الكريتيكال بوينت اللي نقول ان الشخص ده فعلا هو شخص مسؤول وعايز ياخد خطوه اوفيشال ولا هو بيضيع وقت. فاهمه حضرتك. دي نقطه مهمه. وفي حاجه تانية مهمه قوي، الراجل اللي بيكون عايز يتزوج بنت بيخاف عليها حتى من نفسه. صح، حقيقي بيخاف عليها حتى من نفسه. حقيقي. الكلمه دي تحمل معاني كتير قوي. صح طبعا.